مباراة الإياب هتبقى صعبة جدا 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 في موريتانيا، لأن احنا مش مصدقين ايه اللي حصل النهاردة من التحكيم ضد الأهلي في القاهرة. لما في القاهرة التحكيم كده ضد النادي الأهلي، أمال في موريتانيا هيبقى شكله ايه؟ ضد الأهلي دايما. حكم تشادي قذر جدا، لا يمكن تصديق حجم قذارة هذا الحكم. حكم كل هدفه من أول دقيقة في المباراة إزاي يوقف النادي الأهلي. حكم كل قراراته في ألعاب الشك كلها ضد النادي الأهلي. حكم بيكره النادي الأهلي بدون أي داعي. الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع في الشوط الأول طرد 100% للاعب السوداني ولي الدين خضير. مخالفة مع أكرم توفيق في الجناح الأيمن للنادي الأهلي، منع هجمة واعدة 100% للنادي الأهلي، يستحق إنذار 100%، إنذار سهل جدا وعنده إنذار. الحكم تجاهل الإنذار تماما ولا فكر إنه ينذره، بينما نفس الحكم القذر التشادي القذر، نفس الحكم أنذر رامي ربيعة في لعبة زيها بالظبط، وأنذر عمر كمال عبد الواحد في لعبة كان اللاعب السوداني هو اللي يستاهل الإنذار، وتجاهل إنذار أكتر من 9 من لاعبي السودان تعمدوا ادعاء الإصابة والتمثيل وإضاعة الوقت بلا أي إنذار على الإطلاق. حكم بيكره النادي الأهلي بدون أي داعي. الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضايع في الشوط الأول طرد 100% للاعب السوداني ولي الدين خضير. مخالفة مع أكرم توفيق في الجناح الأيمن للنادي الأهلي، منع هجمة واعدة 100% للنادي الأهلي، يستحق إنذار 100%، إنذار سهل جدا وعنده إنذار. الحكم تجاهل الإنذار تماما ولا فكر إنه ينذره، بينما نفس الحكم القذر التشادي القذر، نفس الحكم أنذر رامي ربيعة في لعبة زيها بالظبط، وأنذر عمر كمال عبد الواحد في لعبة كان اللاعب السوداني هو اللي يستاهل الإنذار، وتجاهل إنذار أكتر من 9 من لاعبي السودان تعمدوا ادعاء الإصابة والتمثيل وإضاعة الوقت بلا أي إنذار على الإطلاق. حكم من أول دقيقة بيوقف النادي الأهلي بشكل متعمد، وبيحسب فاولات للهلال عمرها ما تتحسب فاولات ولا فيها فاولات، لدرجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع كرة عالية طلع الحارس ولعب الكرة بإيده تماما إلى ضربة إلى رمي التماس، ونزل على الأرض يمثل يضيع وقت. خلاص في الدقيقة الرابعة الحكم شاور رمي التماس للنادي الأهلي، وأوقف اللعب لعلاج الحارس اللي هو عارف إنه مش مصاب، واللي هو عارف إنه بيمثل، واللي هو عارف إنه لازم ياخد إنذار. أوقف له اللعب دقيقتين، ولما رجع عطاله فاول. ما أنت عاطي رمي التماس، انت عاطي رمي التماس واشارتك واضحه زي الشمس برمي التماس، جبت الفاول منين؟ ازاي يعطل الاهلي؟ ازاي يوقف الاهلي؟ اللي حصل النهارده شيء ما انا مش مصدقه. لاول مره النادي الاهلي اللاعبين كلهم اعترضوا على الحكم بشكل جماعي وبشكل مكثف وبشكل بشع. بعد نهايه المباراه المسؤولين في النادي الاهلي نزلوا الى ارض الملعب اعتراض على الحكم اللي سمح بأكبر قدر من إضاعة الوقت. أكتر من 10 فاولات واضحة زي الشمس للنادي الأهلي، ولا هو هنا بس العب العب العب. بينما الهلال أي لاعب يقع يبقى فاول، سواء كان في فاول أو ما فيش فاول. أي كرة مشتركة رمي التماس تبقى للهلال، لدرجة إن الكرة في الآخر خالص اللعبة لأكرم توفيق ما لمسش الكرة واتحسب على الأهلي رمي التماس. آخر هجمة للهلال في الماتش في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضايع تسلل واضح زي الشمس بمترين، واللايمان ما عطاش تسلل، واللعبة اتلعبت والحمد لله انها خرجت ضربة مرمى. احنا شفنا النهاردة تحكيم غير منطقي على الإطلاق في أكبر بطولات أندية إفريقيا، في البطولة اللي المفروض هي مراية إفريقيا، إن التحكيم يبقى ظالم كده وفي مصر. طب هنشوف ايه بره مصر. النهارده كان في لقطه غريبه للحكم تشادي
محمد الحاج علي وهو بيدفع محمد هاني في صدره في وسط الملعب. دي كانت لقطه غريبه جدا. خلونا يعني نروح لخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس علشان نعرف اداء الحكم النهارده وتقييمه للحالات التحكيميه. تحياتي ليك يا كابتن ناصر، كل سنه وحضرتك طيب، مشرفنا ومنورنا. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن هاني وكابتن عادل، وكل سنه وحضرتك طيب، وكل جماهير النادي الاهلي طيبين، ومبروك للنادي الاهلي النهارده على المستوى التحكيمي النهارده الحمد لله 1-0 هارد لك لنادي الهلال. ولكن التحكيم فيه حاجات كتيره جدا يا كابتن اسامه، للاسف احنا مش بنحل الحالات التحكيميه، ولكن بشكل عام التحكيم غير مرضي النهارده. لقطه لابد ان الحكم يعاقب عليها. ما تمدش ايدك على اللاعب، انت مش من دورك انك انت تزق اللاعب، ده مش من دورك. يعني انك انت تزق محمد هاني، لا، يعني دي لقطه بتلخص الاداء العام للحكم يا كابتن هاني. صحيح، انك انت تزق اللاعب، تحس انه بيستفز اللاعب النادي الاهلي. لو انا لاعب النهارده ما اتحكمتش في نفسي وما عملتش ثبات انفعالي، كنت ممكن انا ازقك انا كمان. ولكن هذه اللقطه غير مقبوله يا كابتن اسامه. دي لقطه انا من حقي كلاعب، في لاعب يطلع بيعطل اللعب، فانا رايح اقول لك من فضلك الوقت، وده من دوري ان اقول لك الوقت. حق اللعيب واحد. لما النهارده احنا جايبها على 3 لقطات يا كابتن اسامه، 3 لقطات. خلي بالك لو احنا جبنا اللقطه الاولانيه هنا لو معايا لايف، لا اللايف لقطه بجد غير مرضيه ابدا للتحكيم الافريقي. ان هنا لقطه محمد هاني تلخص يا كابتن عادل الشكل. شوف اللقطه الثانيه، زقه ودفعه في محمد هاني، دي حاجه مهمه جدا. الحاجه الثانيه، الاتحاد الافريقي ممكن يعمل ايه في لقطه زي دي يا كابتن؟ تعليمات الحكام من فضلك ما تلمس الحكم، ما تلمس اللاعب. مش من دورك، انت معاك القانون ومعاك البطاقات فقط. مش من دورك انك انت ليه؟ لانك انت النهارده ممكن اللاعب لو مش عنده ثبات ممكن يردها لك. هل ممكن حكم مباراه يتعاقب بعد لقطه زي دي؟ اكيد طبعا، هتبقى عندهم ملحوظه في التقرير. عشان كده انا جايب المعايير بتاعه الفيفا كابتن هاني للمعايير للتقييم الحكم. احنا شفنا النهارده تحكيم غير منطقي على الاطلاق في اكبر بطولات انديه افريقيا، في البطوله اللي المفروض هي مرايه افريقيا، ان التحكيم يبقى ظالم كده. وفي مصر، طب هنشوف ايه بره مصر؟ اللي اسمه كولر ده مفيش فايده خلاص، والله اصابنا باليأس الكبير. انت بتلعب الهلال في القاهره وعارف انه هيركن الاتوبيس وعارف انه هيدافع ب7-8، بتلعب ب2 ارتكاز، مروان عطيه واكرم توفيق. يا نهار اسود، 2 عطيه، مروان واكرم، الاثنين ما يعرفوش يبنوا هجمه، ورامي امام عاشور في الشمال. طب مين هيبدا الهجمه؟ مين هيصنع اللعب؟ لا قفشه موجود، ولا امام موجود، ولا السوليه موجود، وبادئ لي ب2 كل دورهم افساد الهجمات. انا محتاجهم لما العب بره، انا محتاجهم يا كولر لما العب ضد ريال مدريد. انما لما العب ضد الهلال في القاهره لا، لازم ثالث وسط الملعب يبقى مهاجم، لازم ثالث وسط الملعب يبقى صانع العاب. اللي انت بتعمله ده بيضر النادي الاهلي وبيأذي النادي الاهلي، وقلنا 100 مره ومفيش فايده. مدرب خواف، مدرب جبان، مدرب ما يعرفش يعني ايه مغامره، ولا ما يعرف يعني ايه انه بيدرب النادي الاهلي وان الماتش في استاد القاهره.